السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وتكون سعادة الدنيا كلها بين ايديكم. قبل ما ابتدي الفيديو، لو اول مرة تخشي القناة بتاعتي وتشوفيها ياريت تشتركي وتدوسي لايك عشان يوصلك الاشعار بكل جديد انا بنزله. النهارده انا هعمل حمص الشام. بصوا يا جماعة، هو عبارة عن ان انا غسلته، نقعته الاول في شوية مية، ماشي، لحد ما طبعا ايه كبر كده او حجمه مضاعف شوية، ما بقاش في الكرمشة، ماشي. وسبته زي ليله كده. جيت تاني يوم طبعا رحت غسلاه كويس جدا، شطفاه، حطيته على النار، حطيت ميه تغلي الاول، طلع ريمه كده على الوش. رحت طبعا قعدت اشيل في الريمه دي لحد ما ايه الميه بقت رايقه خالص. بعد كده رحت حاطه طبعا، وهو بيستوي ما بحطلوش ملح خالص، بس بحط له الخضار اللي هو بتاع حمص الشام، اللي هو عباره عن ايه: طماطميتين، بصلايه، كم فص توم كده، ممكن قرن فلفل رومي، مفيش مشكله لو مش حابه عادي، وسيبيهم ونخليهم على نار واطيه كده لحد ما ايه يوطى كده، لحد ما دي كفته برغل يا جماعه، انا جايباها جاهزه من عند الجزار. هو عاملها لي كلها على بعض كده. طبعا رحتي ماسكاها، هي جاهزه فيها كل حاجه، التوابل والملح، وهو حاطط فيها كل حاجه، والبرغل وكل حاجه. خدتها طبعا عصجتها كده كور او صوابع زي ما تحبي، ورحت طبعا مبشره لها جزرايه، ورحت حاطه لها طماطم حلقات، فلفل رومي حلقات، بصل حلقات، بطاطس حلقات. حطي الخضار اللي يعجبك، ممكن كوسه مفيش مشكله عادي، ماشي. والجزر بشرته زي ما انت شفتوا كده. ورحتي طبعا مقلباهم في شويه ملح وفلفل وشويه بهارات لحمه، ماشي. ورحتي حتى ايه الكفته عاملاها كور كده، يعني الشكل اللي تحبيه، يعني اي حاجه. رصيت طبعا الخضار من تحت، ورحت حاطه ايه عليه نص كوبايه ميه بس كده، مش كتير. حطيت الخضار كله من تحت بعد ما اتبل بملح وفلفل وبهارات لحمه. رحت رصاه من تحت، وحتى حتى من فوقيه الكفته اللي انا ايه شكلتها. ورحت من فوق الوش كده حتى ايه حوالي 3 4 معالق سمنه. هي كده كده هتنزل سمنه، بس مش هتنزل الدسم يعني الكفايه. حطيت من فوق الوش كده شويه السمنه، وطبعا ايه هغطيها. في المرحله دي انا طبعا بحطها كده، والاخر بدخلها الفرن على اخر ايه اما احس ان هي استوت كده. فهنا الشكل النهائي بتاعت السوا بتاعها بعد ما دخلتها الفرن. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام.